وشت في لاكرونت افيشات الجيرز جاني البكاء. ما عرفتش علاش، ولكن يمكن انني من هذه شحال ما مشيتش للجزائر، يمكن انني مشيت يمكن الحنين، يمكن الاشتياق، يمكن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. ومن بعد الله سبحانه وتعالى كرم من جلالة الملك محمد السادس. إذن هذا هو سر حبي للملك. وكنت كتبت واحد القصة سميتها أنا والملك. يعني هو منحني الجنسية المغربية، والجنسية بفضل هذا الجنسية اللي خديتها فتحت المكتب ديالي، مارست المهنة ديالي، مارست الشغف ديالي أنني مهندسة معمارية. كنت نحلم دائما أن الحوايج اللي كنصممهم يخرجوا للواقع، والحمد لله. شحال ما قلت ما غاديش نعبر عن الامتنان ديالي لجلالة الملك. المغرب أكيد المغرب من البلدان المتطورة، لا من حيث المعمار أنا نشوفه، ومن حيث المرافق. ولكن أنك تمشي لبلادك بعد غياب 5 سنين ماشي سهل أنها هاجي. كنتمنى إن شاء الله يمكن تنحل حدود في يوم ما، ولكن أنك تمشي لبلادك بعد غياب 5 سنين ماشي سهل أنها هاجي. كنتمنى إن شاء الله يمكن تنحل حدود في يوم ما قريبا إن شاء الله. يمكن ترجع العلاقات الدبلوماسية كما كانت، ولكن كاين بزاف بحالي اللي في الجزائر تا هما مغاربه باغيين يجيو الآل ديالهم وكيبكيو كما كنبكي انا. يمكن مساكين ما عندهمش الفرصه انهم باقل تكلفه يمشي على باريس، من باريس يجي للمغرب، يضطر انه يمشي على تونس، من تونس يمشي للجزائر، شويه مكلفه. مؤخرا الصديقه ديالي قالت لي باش مشات تكلفتها 700 اورو، بينما الا مشيت على باريس تمشي غير في هذوك لي فول شارتر بحال رايانير، بحال ترانزافيا، بحال هادو اللي كيمشيو يعني من المغرب باريس الجزائر. ما يكلفش بزاف. ان شاء الله الخلافات تزول كما يزول الصقيع ويذوب ان شاء الله. والله هذا سؤال صراحه جا في بلاصتو في مكانه، لاني انا مؤخرا كجزائريه مغربيه يبقى خاطري من بعض الناس اللي يستعملوا وسائل مواقع التواصل الاجتماعي في السب والشتم لواحد الشعوب اللي هي في غنى عن هذا الخلافات والفتنه. انا ضد الفتنه، ان الفتنه اشد من القتل. مثلا انا كنشوف فيسبوك واحد انسان كيشد صوره ديال واحد جزائري مثلا ولا مغربي قال كلمه، وفي التعليق ينوضوا يسبوا شعب كامل، يا الشعب الجزائري يا الشعب المغربي. حشومه وعيب. علاش انا نعمم على واحد الانسان تافه كيجي سفيه ما يعرفش باللي هذا الشيء اللي راه كيديره راه سيحاسب عليه يوم القيامه. يحاسب عليه انه قذف وسب واحد الانسان اللي ما عارفاش كاع واش كاين هو ولا ما كاينش. انا ضد فكره ان الناس انا شخصيا ما كيعجبنيش هذا الشيء. مؤخرا مثلا في كاس العالم انا جزائريين كيسكنوا في الجزائر، عائلتي، تخيل انت يا عائلتي كيصيفطوا لي ميساج ولا كيبيبليو في الفيسبوك ولا كيقولوا لي مبروك عليكم حجيبه، رغم انني انا اختهم جزائريه، ولكن هما كينسبوني وانا فخر ليا انني جزائريه مغربيه من تربح في الكره. ولا مثلا واحد المره على الحدود بين السعيديه وبورسي الناس كتشجع المغاربه وكتقول لهم انني فرحانه بكم. واحد المغني جزائري هدا واحد الاغنيه بمناسبه ان المغرب ربح في مباريات كاس العالم، ولكن انا كتبقى تحز في نفسي ان سوء تفاهم فردي، واحد مريض سفيه
كيلونسيه في الفيسبوك، وهذوك المرضى اللي اكثر منه كينوضوا يعلقوا. وهذا الشيء انا كنقولوا على الجزائريين والمغاربه، ماشي على ان واحد فيهم، لان هذا الشيء والله الا حرام. حرام اننا احنا نوقعوا في واحد الخلاف اللي هو ما كاينش. لان على السياسه احنا ما نفهموا لها. السياسه ماشي الاختصاص ديالنا. السياسه نحن لا نجيد السياسه، ولكن نحن شعبين لنا عادات واحده، تقاليد واحده، لغه واحده، دين واحد، هويه واحده، ونوضوا نتسابوا اون بلان بوبليك والناس والعالم كله يتفرج فينا. حشومه وعيب. انا رسالتي كجزائريه مغربيه كنعيش انا في المغرب وعشت في الجزائر ونعيش في المغرب، اننا بركه من هاد الخلافات المصطنعه، من